تخيل كده إنك داخل حالة عقلية بتخليك مركز، مبدع، وأدائك بيطير للسما. الحالة دي اسمها الفلو ستيت، وناس كتير بيدخلوها بالصدفة، لكن تخيل لو تقدر تتحكم فيها بنفسك. الفلو مش مجرد نظرية، دي السر وراء أعظم الناس في التاريخ. مايكل جوردن حس بيها في الماتش الأسطوري بتاعه. كل تسديدة كانت effortless وعقله ساكت تماما. إيلون ماسك بيعيشها وهو بيحل أعقد المشاكل بتركيز خارق. وموزارت كان بيقول إن الموسيقى بتظهر في دماغه كده لوحدها وهو بيألف بالساعات من غير ما يحس بالوقت. العباقرة كلهم استخدموها، لكن 99% من الناس عمرهم ما عرفوا يتحكموا فيها. طب إزاي تخلي الفلو حالة ممكن تدخلها وقت ما تحب؟ ابدأ بإنك تعمل طقوس دخول. شغل أغنية معينة، خد نفس عميق، نظف مكانك، أو اعمل مهمة بسيطة تمهدك للتركيز. وبعدها الخطوة الأهم، إلزم نفسك ب10 دقايق بس من الشغل العميق، لأن الفلو غالباً بيبدأ بعد أول 10 ل 15 دقيقة، وأصعب خطوة هي البداية. اقطع كل التشتيتات، كل إشعار بيكسر تركيزك ويبدأك من الصفر. اسمع موسيقى بدون كلمات، نغمات بسيطة أو وايت نويز، لأن الكلمات بتسحب انتباهك. حدد هدف واضح قبل ما تبدأ. لما عقلك يعرف هو رايح فين بيقفل على المهمة أسرع. بس خد بالك، ممكن تقتل الفلو من غير ما تحس. لو بدأت تفكر زيادة أو تشك، هتخرج منها فوراً. الفلو عن التنفيذ مش التفكير. وبرضه الكمال الزايد بيضيعها. لما تستنى اللحظة المثالية عمرك ما هتبدأ. النوم القليل عدو التركيز. نام كويس وهتلاحظ فرق كبير. وبرضه الأكل والمية مهمين جدا، لأن مخك محتاج وقود علشان يشتغل بأقصى طاقة. لو أتقنت الخطوات دي، مش بس هتجرب الفلو كل فترة، هتتعلم تتحكم فيها وقت ما تحب. اشترك في القناة عشان يوصلك كل الجديد، وشارك الفيديو لو حسيت إنه ممكن يفيد غيرك.